بمناسبة فيلم الست، احب اكد لكم ان انا مش من الناس اللي بحب احكم على الافلام قبل ما اتفرج عليها، ما احكمش من الاعلان، ولكن بعد ما شفت الاعلان لازم اوجه تحية لفريق عمل الست، لانهم اختاروا الفنانة منى زكي تأدية الشخصية التاريخية الموسيقية الراحل رياض السنباطي الموسيقار. حقيقي اختيار مميز جدا. من ساعة ما نزل اعلان فيلم الست في مقارنات بتحصل ما بين الفيلم وبين مسلسل ام كلثوم اللي اتعمل تقريبا من 25 سنة. ففي حلقة النهاردة احنا هنقول ايه الحاجات المميزة اللي كانت موجودة في مسلسل ام كلثوم خلته الناس فاكراه لحد النهاردة ونجح نجاح كبير جدا، ومش موجودة في فيلم الست كوميدي اللي هم عاملينه، واللي هتبقى سبب كبير من اسباب فشل. وبالمناسبة الفشل مش فشل ايرادات، يعني ممكن فيلم يعمل ايرادات كبيرة جدا ويعمل ضجة ويطلع الترند زي فيلم الست كده والناس تخش تتفرج عشان تهس عليه، ده ما يعتبرش نجاح. النجاح انك تكمل ثقافيا وسينمائيا وتفضل عايش زي مسلسل ام كلثوم، مش انك تترمي بعد سنة او سنتين وتجيب لي ايرادات كتير. لان لو النجاح بيتقاس بالايرادات فاعتقد هدير عبد الرازق هي الاعلى مشاهدة وايرادات في اخر كام سنة، وبالتالي هي اكتر حد مشهور ناجح. قبل ما نعمل مقارنة ما بين مسلسل ام كلثوم وفيلم الست، خليني اقول لكم الاول حقائق عن مين اللي كان المفروض اصلا يعمل دور ام كلثوم بمسلسل ام كلثوم قبل صابرين. اول ترشيح كان للفنانة نجلاء فتحي، ولكنها اعتذرت عن الدور. بعدها جابت سوسن بدر وبدأت فعلا تعمل بروفات، لكن بعد شوية بروفات انعام محمد علي رفضت سوسن بدر لان قالت انها مش لايقة على الدور. بعد كده تالت ترشيح كان لإلهام شاهين، وانعام محمد علي بدأت تشتغل معاها. في الفترة دي إلهام شاهين بدأت تطلع في تصريحات صحفية كتير وتتفشخر بالدور، وفي نفس الوقت كانت نبيلة عبيد مضت العقد بتاع المسلسل لأن صفوت الشريف اللي كان وزير الإعلام ساعتها كان مصمم ان نبيلة عبيد هي اللي تعمل الدور، وحصلت خناقة ولخبطة كتير ما بين إلهام شاهين ونبيلة عبيد. فإنعام محمد علي زهقت منهم هما الجوز، قالت لا إلهام ولا نبيلة الاتنين خيبتهم تقيلة ما يصلحوش للدور وعاملين لي نوش كتير، مشيتهم. وبعدها رشحت آثار الحكيم، لكن آثار الحكيم رفضت. بعدها رشحت ميرفت أمين، وميرفت أمين رفضت. بعدها انعام محمد علي توقفت فترة والمسلسل كان تقريبا هيقف مش هيكمل، لحد ما بالصدفة شافت صابرين بمسلسل اسمه جمهورية زفتة، وبعدها على طول في نفس السنة شافت صابرين في مسلسل تاني اسمه هوانم جاردن سيتي، وهنا وقع اختيارها على صابرين عشان هي اللي تعمل دور ام كلثوم. وده اول اختلاف بين مسلسل ام كلثوم العظيم وبين فيلم الست المهين، ان في المسلسل انعام محمد علي معاها ورق مش مكتوب لممثلة، هي معاها ورق كويس، واكيد اللي بتدقق في اختيار الدور هي كانت بتدقق في الورق. وبعد كده خلص الورق بدأت بقى تشوف مين الممثلة اللي تملى الدور ده شكلا واداء وتمثيلا، ومش فارق معاها هي نجمة ولا مش نجمة، لدرجة انه كان بيتقال ساعتها هجوم يعني صابرين دي مش نجمة، انت جايباها ده انت كده هتدمري سيرة ام كلثوم وهتبوظي الموضوع. والانتاج نفسه كان خايف. لكن فيلم الست الفيلم يعتبر اتكتب لمنى زكي. مروان حامد اول حد جه في دماغه هو واحمد مراد منى زكي، وده على لسان احمد مراد لانها نجمة ولانها مشهورة ولانها بتمثل كويس، لكن ما اتعملش كاستنج زي اللي انعام محمد علي عملته، ودول كانوا نجوم يعني تمشي سوسن بدر وتمشي الهام شاهين وتمشي نبيل عبيد، الناس كان ليهم اسم. في فيلم الست ما فيش كاستنج اتعمل، هي قفشنا الشيك يلا يا منى تعالي في سبوبه انت وجوزك ونخش نصور، فتبقى دي النتيجه. في مسلسل ام كلثوم انعام محمد علي اختارت افضل اختيار موجود، لكن في فيلم الست احنا اخترنا اول اختيار موجود اللي هو اكيد مش هيبقى افضل اختيار. تاني فرق بين مسلسل ام كلثوم وفيلم الست هو في الانتاج. مسلسل ام كلثوم هو انتاج مصري 100%، ما فيش منتج اجنبي ولا خليجي ولا اي حاجه، لانه انتاج مصري فهو واثق في المخرجه اللي هي انعام محمد علي وخلاها تمشي كلامها. انت شايفه صابرين ماشي احنا مش مقتنعين بس انت عندك وجهه نظر تحترم، ولان في الاخر الانتاج المصري يهمه شكل ام كلثوم. لكن في فيلم الست انتاج شوال الرز اللي هو وش بيتدخل في الانتاج بتاعه. اكبر دليل على كلامي ان بعد مشكلته مع محمد سلام كل الاعمال امر بان محمد سلام ما يشتغلش بيها عشان ما يطلعش اليومين دول يحاول يقول لك اصل انا ما بدخلش في الانتاج انا ماليش دعوه. لا انت بتتدخل. ولما باسم السمره كان عندك مشكله معاه لما دافع عن محمد صبحي امرت على طول بان المسلسل بتاعه يقف. فاكيد انت اللي رشحت منى زكي واكيد انت اللي رشحت النجوم، وانت اساسا مالكش فيها فنيا، ما انتش عندك وجهه النظر الفنيه اللي عند الناس المنتجه او حتى اللي كانت عند انعام محمد علي. فاكيد انت هلفطت في الترشيحات وكانت هي دي النتيجه اللي احنا شفناها. ده غير ان شوال الرز كلنا عارفين توجهاته في انه عايز يبوظ شكل اي حاجه مصريه، فده النتيجه اللي اعلان فيلم
الست مسرح العرايس اللي نزل. ثالث اختلاف بين المسلسل ام كلثوم وبين فيلم الست ان المسلسل اهتم بالشكل، الفيلم اهتم بالشكليات. يعني ارجع اتفرج على صابرين، هي جايبه شكلها، رغم ان صابرين بالمناسبه في بدايه الترشيحات جسمانيا ما كانتش ام كلثوم، ان عم محمد علي غيرت شكلها وقالت لها عايزاكي تزيدي، وبيقولوا ان ادوها حقن حاجات معينه علشان تقرب على قد ما تقدر من شكل ام كلثوم، زائد ادائها الكويس. وعشان ما حدش يضحك عليك ويقول لك اصل مش مهم ان الممثل يجسد شخصيه واقعيه يبقى شبهها، هات لي عمل واحد سيره ذاتيه اتعمل في العالم مش في مصر بس ممثل مش شبه الشخصيه. ايام السادات عندك فيلم ناصر 56، عندك فيلم حليم، عندك مسلسل ام كلثوم، الممثل بيبقى شبه الشخصيه، ان ما كانش شبهه طبيعي بيتعمل له ميك اب. يرجع بقى لكل الاعمال السيره الذاتيه اللي اتعملت في العالم. انا هتكلم عن اخر فيلم اللي هو كان فيلم اسمه جولدا، الممثله اللي عملت هي مش شبه جولدا بس عملوا لها ميك اب خلاها شبهها. وهنا احب اوضح حاجه، ان الممثله اللي عملت الدور ده ما كانتش نجمه، بتطلع ادوار تانية وثالثه ورابعه، بس لان انت لايقه تعملي الدور وممثله شاطره جابوها، مش مهم انها نجمه. لكن فيلم الست هو اهتم بقى بالشكليات، الموضوع من بره. هي ام كلثوم بتلبس نظاره، الدب يا منى نظاره. ام كلثوم بتعمل الكحكه، دب يا منى الكحكه. ام كلثوم بتمسك منديل، امسكي منديل. ام كلثوم بتطلع على المسرح ولابسه اللبس ده، البسي لبسها. لكن الروح نفسها والاداء بتاعت ام كلثوم مش موجوده. الراجل ده حتى نبره صوت منى زكي ما اتغيرتش، هي نفس نبره منى زكي الرقيقه، حين ان صوت ام كلثوم صوت تقيل. فانت ازاي عايز تقنعني لما اسمع صوت منى زكي في فيلم الست النبره الرقيقه دي اصدق ان هي دي اللي بتغني الحاجات القصايد الكبيره بتاعت ام كلثوم؟ الاختلاف الرابع بين المسلسل والفيلم ان مسلسل ام كلثوم كان قائم على التاريخ الفني، ان فيلم الست قائم على تاريخ الست، مش الست ام كلثوم، تاريخ اي ست اي انثى. مسلسل ام كلثوم هو مركز على بدات ازاي، مين اكتشفها، عملت ايه، كبرت ازاي، اعمالها نجحت ازاي، كانت بتختار الاغاني ازاي. ده في حلقات كان بيجيب لك الاغنيه دي قبلها بتقعد تحضر قد ايه والحفله ازاي، حلقات بيجيب لك عن اللقاء اللي بينها وبين عبد الوهاب والمشاكل اللي بينهم وازاي عملوا الرائعه بتاعه انت عمر. ما جابش حياتها الشخصيه ولا جاب حياتها العاطفيه غير حاجات بسيطه جدا، لدرجه انه كان من الانتقادات اللي بتتقال لمسلسل ام كلثوم ان انتوا طلعتوا ام كلثوم ملاك، مش جايب لي هي غلطت في ايه، هي اتخانقت مع مين، لان اكيد هي عندها مشاكل في حياتها والمشاكل دي كانت موجوده في الاخبار. المسلسل مركز على التاريخ الفني اللي يليق بشكل ام كلثوم. الفيلم بقى تحسه معمول برعايه المركز القومي لحقوق المراه، ده اللي بان في الاعلان، طالعه تتكلم عن الستات وان الست لازم تبقى قويه ولازم نوري نفسنا، ودي مش حاجه معروفه عن ام كلثوم، او مش ده اللي انا مستني اعرفه عن كوكب الشرق. هي كان اسمها كوكب الشرق، اسمهاش كوكب زمردة بتاع سبيستون. جايب لي برضو في الاعلان قصه حب وكذا مشهد بينها وبين كريم عبد العزيز، فانت كده بتجسد حياه واحده مواليد سنه 2004 هي بتحب مين وبتقف مع الستات ازاي وبتبعت لرضوى الشربيني مشاكلها. هيطلع حد يقول لك طب ما هو في مثلا فيلم حليم كان بيتكلم عن حليم حافظ وجايب القصص الرومانسيه بتاعته، جايبها في جزء من الفيلم. وليه جايبها؟ لانه بيربطها بالاغاني، لانه معروف ان عبد الحليم حافظ اغلب الاغاني اللي بيعملها كان ليها حاجه عاطفيه في حياته. لكن انا اتفرج على برومو فيلم عن ام كلثوم اللي هو فيلم الست وما اسمعش جمله غنائيه واحده، ما اشوفش لقطه واحده وهي بتغني. خامس اختلاف بين المسلسل والفيلم ان صابرين ما كانش عندها نفس المشاكل اللي عند منى زكي دلوقتي. يعني وقتها صابرين كانت ممثله جديده، ما نعرفش بتمثل حلو بتمثل وحش الله اعلم، لكن منى زكي كلنا متاكدين ان تمثيلها محدود. ممثله شاطره جدا وتعرف تعيط بس تمثل نفسها، لكن ما تعرفش تمثل شخصيه مركبه، ما هياش مثلا نيلي كريم او ممثلات كتير في جيلها. ده غير ان صابرين لما عملت المسلسل ما كانش ليها سوابق في الاعمال التاريخيه او اعمال السيره الذاتيه وخيشت فيها، لكن منى زكي عملت مسلسل السندريلا وخيشت اجدعها تخيشه في المسلسل ده، فده يديني انطباع سلبي عن الفيلم. واهم حاجه ان صابرين وقتها ما كانش عليها مشاكل، هي ما كانتش نجمه، ما عملتش ادوار مستفزه. لكن منى زكي من ساعه ما عملت فيلم اصحاب ولا عز في شرخ كبير جدا حصل بينها وبين الجمهور المصري تحديدا، فطبيعي ان الجمهور يبقى مش متقبلها. فتحط لي شخصيه انا مش متقبلها في شكل ام كلثوم، الا المفروض ان احنا عايزين نحافظ على صورتها وعلى شكلها، يبقى انت قاصد تكرهني بقى في ام كلثوم. واهم اختلاف بين مسلسل ام كلثوم والفيلم ان المسلسل ما كانش معتمد على النجوم على قد ما كان معتمد على المواهب، لكن الفيلم معتمد على النجوم بس. هتلاقي صابرين ما كانتش نجمه، احمد راتب كان عامل دور القصب، جمال ابو ريا عامل دور احمد رامي، ماجدة الخطيب عامله دور الملكه نازلي، رياض الخولي دور جمال عبد الناصر، عبد العزيز مخيون دور محمد عبد الوهاب. الناس دي كلها مش نجوم، يعني مفيش حد فيهم بطل يشيل فيلم او مسلسل، بس كانوا موهوبين جدا. اتفرج بقى على الفيلم، انا شايف كريم عبد العزيز واحمد حلمي ومحمد فراج ونيلي كريم، وانا في الاخر ما حسيتش ان انتوا اديتوني روح الموضوع. يعني للامانه الاثنين اللي وصلوا لي الاحساس شويه هو عمرو سعد في دور جمال عبد الناصر ومحمد فراج في دور احمد رامي. والله اعلم، ده انا قلت ان هم شكلهم شبههم لكن الاداء ايه الله اعلم. انت من الاول اديتني انطباع ان احنا بقى زي ما انتوا بتقولوا هي مستوحاه من قصه حياه ام كلثوم، لكن ده مش ام كلثوم.
كلثوم. واهم اختلاف يخلي الناس تحب المسلسل وتتحيز له عن الفيلم ان مسلسل ام كلثوم في وقتها كان حاجه جديده، لكن فيلم الست هو هرس وتكرار. المسلسل اللي اتعمل سنه 99 ما كانش قبلها اتعملت قصه حياه ام كلثوم، وهو غطى قصه الحياه تقريبا في 37 حلقه، لدرجه انه بعدها على طول اتعمل فيلم بتاع فردوس عبد الحميد عن الست. الفيلم سقط لانه خلاص المسلسل غطى كل حاجه. هنا بقى في فيلم الست انت جاي لي بعد 25 او 26 سنه هتقدم ايه جديد غير ان انت جاي تعمل النسخه الكوميدي من ام كلثوم؟ عايز بقى تقدم قصه تاريخيه وكتابه عن التاريخ يعني بتاكلك؟ طب ما انت عندك حقب تاريخيه كتيره جدا نتكلم عنها ما اتقدمتش. عندك مثلا حقبه محمد علي وتستحق يكون فيها نجوم وانتاج، عندك حقبه الملكه حتشبسوت، وتاريخ مصر القديم ما اتعملش عنه فيلم ضخم، ده حرب 73 ما اتعملش فيلم ضخم يليق بيها. اعمل ده. ليه بقى سيبنا ده كله وعمالين نحلب في قصه ام كلثوم؟ عشان هي دي اللي هتثير الجدل. العمل بيعيش بقيمته مش بنجوم، واكبر دليل على كلامي ده مسلسل كارثه طبيعيه. ما كانش فيه نجوم كتير، يعني هو محمد سلام وما كانش بطل، وباقي الناس ما هماش نجوم، بس لانهم موهوبين ولانهم خدوا فرصتهم ولان الموضوع قيم، المسلسل ده حاجه كويسه وهتعيش جنب مسلسلات كتير عايشه. ولا برضه اتعمل له الدعايه الضخمه، ده هو محمد سلام طلع النهارده بعدها بيومين ثلاثه قال لك المسلسل هينزل، وده عكس فيلم الست، هو معتمد على الدعايه الضخمه واثاره الجدل وان الناس تتخانق عشان ده هيجيب ايرادات عاليه، وعلى نجوم كتير. الناس بتبقى عايزه تشوف الناس دول مع بعض. انتوا فعلا كنتوا عايزين تعملوا حاجه قيمه يا اخي، كنتوا اعملوا قصه حياه الملكه حتشبسوت. منى زكي مصريه ودي ملكه مصريه، والحتشبسوت مش هيبقى فيه لخبطه في الميك اب كتير لانها مش ام كلثوم، يعني مفيش لقاءات احنا مسجلينها لها، وده فعلا عمل ضخم ويستحق كل النجوم دول. لكن انتوا استسهلتوا ورحتوا لقصه حياه ام كلثوم عشان ده اللي هيعمل اثاره جدل ويعمل فلوس كتير ويهد صوره كوكب الشرق زي ما ده مخطط الشوال. ولكن عموما او الفيلم هينزل كمان كام يوم تقريبا 10 او 11 12 وهنحكم على الفيلم. ومن دلوقتي ادينا اهو بنبارك للفنانه منى زكي، ربنا يا رب يوفقك في دور دكتور مصطفى محمود. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده هترجع في القناه هتلاقي سلسلتين، سلسله ملخصات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، او تريلرز لحاجات لسه هتنزل. وفي سلسله هبديه في حب الفنانه الفلانيه هسيب لكم لينك ليها هنا، غير سلسله 10 افلام او مسلسلات او مسرحيات، فارجع انفض القناه يعني لو معاك وقت. قول لنا رايك في الحلقات اللي شفتها او في حلقه النهارده، ولو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبكش قول لي ايه اللي مش عاجبك في التعليقات، ونختم بالكلمه بتاعتنا. كلمه ايه؟ غيره.